أفضل وقت لإخراج الزكاة هو وقت حولان حولها، لأنه هو الواجب، لكن قد يعارضه عارض فيكون أفضل، وهو إذا وجدت حاجة، سواء حاجة خاصة أو حاجة عامة. افرض جاءك واحد وقال أبوي في السجن مثلا، عليه مديونية قرابة 12,000 أو 20,000، وانت باقي على وقت زكاتك شهرين 3 4، فيكون الأولى أن تخرج هذا الرجل من السجن بالزكاة إذا كان ما عندك إلا الزكاة، فيكون تقديمها في هذه الحالة إيش؟ أفضل وأحسن. وجرى عمل كثير من المسلمين أنهم يتحرون شهر رمضان لأن الصدقة فيه إيش؟ فاضلة، وهذا حسن، فتحري الزمان الفاضل حسن، لكن لا تؤخرها عن الحول، تقول أتحرى إذا كانت تحول في رجب أو في جمادى الآخرة ما يجوز تأخرها إلى رمضان تقول لي أنه أفضل. أفضل وقتها أن تخرجها في وقت وجوبها، والله أعلم. وهكذا لو كانت الحاجة عامة، حل بالمسلمين حرب مثلا أو مجاعة في صقع من الأصقاع قريب أو بعيد، فاستنفرت للصدقة لإغاثة إخوانك المسلمين، فيكون إخراجك للزكاة في هذا الموضع في هذا الوقت فاضل، وهو أولى من التأخير، وإن كانت لم يحل عليها الحول، تكون زكاة معجلة، والله أعلم.